دبابيس الفراخ هنعمل بيها أحلى تتبيلة وأحلى صينية ودايبة كده دوب. أول حاجة هنجيب 2 كيلو من دبابيس الفراخ، وهنغسلها كويس وننشفها ونعمل فيها الفتحات اللي باينة كده في الفيديو. تمام، لحد كده مفيهاش أي صعوبة ولا فيها أي حاجة. هنخلص الكمية بالشكل ده، وتعالوا بقى نشوف التتبيلة اللي هتطلع لنا الطعم الجوسي الخطير. أول حاجة بولة، وحطيت فيها عصرة ليمون وزبديتين كده حلوين كبار، ممكن زبدية كبيرة أو 2 صغيرين. والبهارات بقى اللي أنا هقول عليها معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، فلفل أسود، 7 بهارات، بهارات فراخ، كزبرة، ايه تاني، بابريكا. وحطينا ايه تاني، بهارات الدجاج ما ننساهاش، معلقة كبيرة، ومعلقة كركم، ال7 بهارات. وهنحط معلقتين كبار من معجون الطماطم. وحطيت في الآخر كده يعني ايه، حوالي يعني نعناع، رشة بسيطة. وحطيت حوالي ربع كوباية من زيت الزيتون، وقلبت بقى المكونات دي كلها مع بعض لحد ما ايه، ما تبقى كده كريمي كده زي ما بين عندكم. وجبنا بقى الدبابيس دي، دخلنا كده فيها التتبيلة، وبدأنا ان احنا نتبل بايدينا كده ونعمل لها مساج، وسبناها ساعة في التتبيلة. بعد ما سبتها ساعة في التتبيلة، تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه. نقلتها بقى في الصينية بتاعتنا، وبدأت ان انا ارصها. في اللحظة اللي انا كنت برصها فيها دي، الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 200. لازم الاكل بتاعنا يدخل على فرن ساخن مسبقا. هتقعد جوه الفرن لمدة قد ايه؟ لمدة ساعة واحدة فقط، او ساعة الا ربع على حسب حرارة فرنك. تعالوا بقى نشوفها بعد ما خرجت. طبعا انا عملت جنبيها شوية مكرونة، بس انا حابة اوريكم الشكل، وعايزة او يعني كان نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحة. تعالوا بقى نفتح الوراك او الدبابيس، لان في الحتة دي بيكون فيها دم بين العظم. تعالوا بصوا، خطيرة بيضة وزي الفل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.